كما هنايا هذا المطعم عنده بزاف طوابق ومعروف انه غني بالاطباق تاعو والاكل تاعو البنين، مطعم كابر. خلينا نشوفوه، قال لك فيه اكثر من 400 طاوله. في هذه الجهه هنا يطيبوا الملوخيه، مصاروا معروفين بالملوخيه ياكلوها بزاف. هادو هنا الادوات، شوفوا معايا شو اللي راح يديروه. في مصر الملوخيه حاجه رئيسيه، لازمها تكون فوق طاوله الاكل. شكلها مختلف تماما عن اللي عندنا. تقدم ساخنه، لازم يخلطوها مليح. شوف راح يمدها للناس تقدروا يقدموها لونها اخضر. اوكي، الان يبدا العرض تاع هذا المطعم. يلا بسم الله. خبز يقولوا له عيش كبير، الله يبارك. هذه توكل بزاف. الطاوله بدايه دائما يحطوا لك هذه السلطه، الباذنجان والطحينه اللي كليناها الصباح. شو معايا جاب لنا هنا الملوخيه، انا فيها بزاف مواد اللي يتخلطوا. هوب يا شوك سيحها، والله عليك يا زيدان انت. قالوا لي بلي الملوخيه ايضا تتكل باذن القطه، يعني في مصر كل شيء باذن القطه. يا هكا ملوخيه بسم الله لاول مره. انا كليت ملوخيه في الجزائر كي كنت صغير بس تكليتها. نوت باد، كنت حاسبها كيما تاعنا تكون على باليش فيها كي الحنه هكا. وبعد لحظات جاتنا اكله اخرى من خلف الستار، شعله بالنار. اوكي شوفوا معايا وجهنا مشعلين النار. علاه مانيش عارف. راهو كاين شو هنا اصدقائي الاعزاء. مرحبا، هذا محشي زيت مشكل زيت. اوكي هذه هنا موزه، شوف كيفاش حطها، كانت تطيب في هذاك الفخار. شوف الروز تاعها قاعد كيما تاع المندي. بسم الله، 10 على 10. ما فيش الحار، ماهوش حار. خلاص نجيو الطرف تاع اللحم هذا نشوفوا اذا راهو طايب مليح ولا لا. لا طيب. عنده هنا فارم فيها الابقار، فيها الكباش، يعني يذبح ويجي مباشره هنا الناس تاكل. هما العرب ياكلوا بيديهم، يديروا هكا ويهزوا الروز هذا يغمسوا كيما صح. حنا نديروا نص، ناكلوا هكا نزيدوا معاه الرز بالمغرف. وهذه افضل حاجه راني ننتظر فيها انا كي شفتها طيب. خلاص كنت هذه اللي راح نستمتع بها هذه الليله. الموزه مقليه بدون عظم. وشو المكونات تاعها من فضلك؟ فلفل، بصل وطماط ولحم. هذه هنا شو العجينه كيفاش يديروها، ويحطوا فيها الماكله من هنايا، يحطوهم مع بعضهم ويلفوهم ويطيبها في الفور. شو معايا كيفاش تولي. راح يقص لنا الموزه المقليه. شوف كي تفتح كيفاش يطلع منها الدخان. اوه نايس. في خضر صح؟ ايوه باينين باللي طابوا مليح في الفور. شوف سخانه كيفاش طالعه. انا سمحوا لي هذا الطبق عشقت فيه طعم تاع بهارات. جربت قبل الاكل تاع باكستان صح، دار لي مصر بدات تديرو بلاصتو. كومبينيشن قوه، حاس وكانه كاينه حرب في فمي. طعم تاع اللحم البصله مخلطه، راهي مخلطه وخلاص. هذه هنا اسمها قنبله صبحي كابر. شوف راح يفرغوا دوكا الطاجين هذا. طرطقت القنبله في مصر في القاهره بالضبط. الفيديو هذا سمحوا لي راهم يشوفوا فيه جيعانين ولا في وسط الليل، الله غالب واش راح ندير. هذه هي هكا نجربوا هذه القنبله. هذا اللحم تاع الخروف، حاجه مليحه انه اللحم كي تشوفوه طايب. شوف بسم الله، بزاف عجبني. متعه ما شاء الله. ما هذا؟ جيبشن ويسكي. اول مره نشوفها، ما في سلطه، يشربوها بدل البيبسي يعقبوا بها الطعام. حاره. اول مره نشرب مشروب حار. وبعد كل هذا الاكل اللذيذ نعملوا جوله قارب في نهر النيل. القاهرة معمرة بالكوبريات اللي هما الجسور. نقدر نشبهها بسان بيتربورغ. تاع سان بيتربورغ يتفتحوا، تاع هنا مانيش عارف اذا يتفتحوا ولا لا، ولكن يبانوا ما يتفتحوش. هذه اسمها رقصة التنورة، هي فن صوفي عنده طابع مميز وفريد، يخو مع الحركات الدائرية وتنبع من الحس الإسلامي الصوفي. القوارب تاع النيل يديروا شوز، لكن حاليا أصبحت رقصة تجارية وموسيقتها اختلفت عما كانت عنه في الماضي. بصح اللي حيرني أنه أكثر من نص ساعة وهذا يرقص ويدور وما داخش. أنا عيني ضبوا وهو مازال. أنا هذه ما فهمتهاش. لكن في بعض شوز ما يجيش مع العادات التقاليد تاعنا. انا طلعت هنايا شربت قهوه تاعي، تلقاو المناظر اللي كاينه هنايا. السعر تاعها $30 فيها الماكله والتوصيل من الفندق وهذه الرحله. موقع مصر الجغرافي مميز جدا، وخلى العديد من الأمم والحضارات تمر عليها وتخلي أثرها. ومسجد صلاح الدين أيوبي خير مثال عن الوجود العثماني فيها. شو معي هذا المسجد
ما راناش في تركيا. هذا المسجد اسمه مسجد محمد علي باشا، موجود هنايا في وسط القاهرة. والمسجد ده موجود بداخل قلعة صلاح الدين الأيوبي. أول شيء القلعة دي اتبنت في عهد صلاح الدين الأيوبي، لكن صلاح الدين الأيوبي توفى قبل ما يكمل هذه القلعة، والقلعة دي اتبنت حفاظا على القاهرة من الغزوات الصليبية. استغرق حوالي 15 عام في بنائه. المسجد ده ليه تسمية أخرى وليه اسم آخر، مسجد الألاباستر، لأنه مبني بحجارة سموها حجارة الألاباستر. هذه البيضة كاملة اللي تشوفوا فيها من هنايا ودايرة كامل المسجد. شو الزخارف اللي فيه الفوق، السقف تاعو عالي وما فيش عرس من غير هذو الأربعة اللي هنايا. وهنلاقي كمان في الأركان أسماء الخلفاء الراشدين. وخلي بالكم لو بصينا كمان في السقف هنلاقي إن في أنصاف باب كانت بتعمل حاجة اسمها صدى صوت وقت الصلاة. يعني مثلا لو قلنا الله علشان يقدر إقامة الصلاة. هذه هنا اسمها دكة المبلغ. بكري كي كانت عندهم رسالة حابين يبلغوها يجوا يطلعوا فوق هذا ويلقيوها على الناس، على المصلين هنايا. وهذاك هو المنبر القديم وهذا جديد. شوفوا معايا الساحة تاعو كيفاش مدايرة، قاعدة كيما المسجد الأزرق ومساجد تركيا. ليه المايضة. وهنا كاينه ساعة، الساعة كانت هدية من فيليب الأول. وهنا من القلعة تقدروا تشوفوا القاهرة القديمة كاملة، منظر بانوراميكي. كاين مسجد ابن طولون، منكم ما كانش الضباب شوف حتى الأهرامات اللي جيز عليه. عايش مخدوم. هذا الفندق اللي راني فيه اسمه وورلد تريد سنتر. كاين هنا واحد الدار فيها علم تاع الجزائر، كي سألت عليها قالوا لي ان هذيك الإقامة تاع السفير الجزائري. هذا الحي هنا تاع الزمالك حي راقي، طلع على النيل. تقريبا كل المدن اللي كاينه هنايا تبنات على جنبه. نقدروا نقولوا هذا هو شريان الحياة تاع مصر. فيه بزاف ريستورانتس ملاح، وفيه ايضا تورز.